السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة دايما يا حلوين. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال، بس غير أي كيكة خالص. كيكة منتهى الجمال، عالية مرتفعة، والبسامات بتاعتها ناعمة كده، وكمان هشة، مش هتهبط معاكم لما تطلع من الفرن ولا أي حاجة. يعني من الآخر زي ما الكتاب بيقول، فاكرين كده كيكة الأمهات لما كنا بنعملها أيام زمان؟ فأنا عايزة أقول لكم إن انتوا لما تعملوا الكيكة دي هتعتمدوها، ولما تخلص هتعملوها كل يوم. يعني هتكون عندكم كده كيكة يومية. تابعوا معايا الفيديو للآخر لو انتوا لسه أول مرة تشوفوني. أنا اسمي فريدة ودي قناتي. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. أول حاجة كده في بولة بنزل عندي بثلاث بيضات. مهم قوي إن البيض بتاعي يكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنزل بالسكر وكانوا كوباية، وبالجرامات 200 جرام. هخفق السكر مع البيض ده كده الاول، واتاكد ان السكر داب كويس قوي مع البيض. تمام كده. ممكن الخطوه دي نعملها في الخلاط او بالمضرب الكهربائي، بس الكيكه كانت بسيطه قوي، ما كناش محتاجين ان احنا نبهدل حاجات كتير جنبنا. وعليهم بقى هنزل بكوبايه من عصير البرتقال. انا جبت برتقانيه واحده كده كبيره، قشرتها، شلت الجزء الابيض كله، وضربتها كده في الخلاط بدون اضافه اي ميه يا جماعه، وصفيتها عشان الالياف اللي فيها. وعليهم نزلت بكوباية الا ربع من الزيت. حاولوا ان انتوا تستعملوا زيت يكون نوعه حلو عشان ريحته بتنعكس على الكيكة. بالنسبة لوزن كوباية الا ربع من الزيت كانوا 160 جرام، ووزن كوباية العصير برتقال 220 جرام. كل المقادير دي ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف بالكوبايات وبالجرامات، للي حابب كده واللي حابب كده. هقلب كويس جدا الخليط لحد لما كل حاجه تندمج مع بعضها. عاوزه اقول لكم ان دي اهم خطوه في خطوات الكيكه عموما. تمام. ان انتوا تخفقوها كويس، السكر بتاعنا يدوب عشان ما يترسبش على وش الكيكه من فوق، وتبقى تعمل اللي هي وشها زي الملزق وزي المقرقش كده شويه. خلاص، دوبوا السكر كويس، اخلطوا الخليط حلو قوي يا جماعه قبل ما نضيف المكونات الجافه. بعد كده هنزل عندي بالدقيق. كان معايا كوبايتين ونص من الدقيق، وزنهم بالجرام 350 جرام. ومهم طبعا ان احنا في الكيك ان احنا بننخل الدقيق بتاعنا. تمام، ده بيفرق معانا قوي في هشاشة الدقيق الكيك بتاعنا بعد التسوية. وكمان ما بيكونش فيه الحبيبات اللي هي بتاعت الدقيق اللي بتبقى موجودة في الكيك من جوه. يعني ساعات بشتري كده كيك جاهز وبلاقي فيه حبيبات من الدقيق، ده بسبب ان هما مش بينخلوا الدقيق يا جماعة. خلاص كده. وعليهم هنزل بمعلقتين كبار من نشا الذرة، كانوا بالجرامات 40 جرام. وعليهم هنزل بباكت من الكيك شيف. لو مش عندكم تقدروا تستعملوا باكت من البيكنج باودر، وهيدي برضو النتائج الحلوة بتاعته. تمام. البيكنج باودر او الكيك شيف عموما كانوا وزنهم 16 جرام. هقلب بقى المكونات الجافة دي كده مع بعضها. مجرد ما الدقيق والنشا والبيكنج باودر يختفوا جوه الخليط السائل، وما يكونش فيه اي حبيبات ولا اي حاجه ما اتضربتش او ما اتخفقتش كويس، هوقف على طول. مش عايزين ندخل هوا كتير في الكيكه بتاعتنا. خلاص. المهم وانتوا بتلفوا عجينة الكيك ان انتوا تخلوها في اتجاه واحد، ما تقعدوش تاخدوا الاتجاه ده شوية والاتجاه ده شوية. امشوا في اتجاه واحد يا جماعة. خلاص. ممكن تحسوا ان انتوا محتاجين معلقة كمان او معلقتين من عصير البرتقال، مفيش مشكلة. خلاص ضيفوا، لان ممكن نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه يكون امتصاصه للمواد السائلة كبير. خلاص يا جماعة. طيب. بعد كده نزلت عندي بمعلقتين كبار من بشر برتقان. انا لما جيت اعصر البرتقانية بتاعتي قبل ما اعصرها بالمبشره كده، خدت الطبقه اللي هي لونها برتقالي. تمام. بس حاولوا ان انتوا تعملوها تبشروها اللي هي الفتحات الصغيره دي. انا عملتها بالفتحات الكبيره، فعملت لي البشريه الواحده كبيره. خلاص. فكانت ظاهره في الكيكه بعد التسويه. هي مش ظاهره قوي، بس يعني للي هياخد باله هيشوفها معاه. خلاص كده يا حلوين. وبعد كده هخفق الكيك. المهم ان انا عايزه قوام الكيك زي ما انتوا شفتوا كده. خلاص. جبت الصينية بتاعتي بقى اللي هي الوسط في الصواني المستطيلة، هما بيبقوا 3، انا خدت الوسط ما بينهم، اللي هي مقاس 26. ممكن تعملوا اللي هي المدورة مقاس 26 او مقاس كمان 24، هتبقى حلوة قوي. تمام. يعني مقاس 26 الكيك بتاعنا كان مرتفع وكان حلو ومناسب جدا. دهنت كده الصينية بتاعتي بقطعة صغيرة من الزبدة. الزبدة او السمنة بيخلوا الكيكة كده من تحت اخده تحميرة خفيفة قوي، وشكلها بيبقى رائع قوي.
خدوا كمان جزء كده من الجوانب عشان الكيكة لما نيجي نقلبها ما تبقاش ملتصقة بالجوانب وتنزل معانا بسهولة. وهنزل على طول بخليط الكيك في الصينية بتاعتي. ده هنا بقى الخليط بظبطه كده في الصينية وبدي ليه خبطتين كده عشان اي فقاعات هوا زيادة موجودة جوه الخليط تخرج بره. لو ما عملتوش الخطوة دي لما تيجوا تقطعوا الكيكة هتلاقوها زي المخرمة كده من جوه وفيها فراغات هوا. ده بسبب ان احنا ما خرجناش الهواء اللي فيها من جوه. بعد ما بديها التخبطتين برضو عشان اتأكد ان الهواء خرج منها بجيب الخلة بتاعتي او شوكة، طرف السكينة، اي حاجة متاحة، وبديها خطوط كده رايح جاي. وعلى طول بقى هدخلها الفرن. بالنسبة للتسوية بتاعتي كانت على درجة حرارة 170. ما بدخلش الكيك وهو الفرن ساخن قوي، يعني انا بفتح على درجة حرارة 170 قبلها ب10 دقايق بس يا جماعة، وبدخل الكيك على رف اوسط في الفرن. مجرد ما بياخد اللون الذهبي من الجناب بفتح عليه الشواية من فوق خلاص. ولما بخرجه بسيبه يهدى تماما، ما بعملش فيه اي حاجة لحد لما الكيك بتاعنا يبرد. شوفولي بقى الجمال، شايفين اخده لون حلو قوي زي من تحت، والجوانب بتاعتها مظبوطة، والكيكة هشة قوي. المهم ان انتوا تسيبوها تبرد يا جماعة قبل ما تقطعوها. خلاص انا بصراحة ما بعرفش اصبر شوية فقطعتها وهي دافية. شوفولي بقى الكيك بتاعنا لما بقطعه، شايفين عامل زي السفنجة بالظبط يا جماعة. لونه من جوه فاتح قوي، شايفين عامل ازاي؟ يعني الكيك واضح ان هو مفيش فيه ولا غلطة. شوفولي بقى الجمال، شايفين قطعة الكيك؟ شايفين بقى بشر البرتقالي اللي انا قلتلكوا عليه؟ عشان كده كنت بقولكوا ابشروه قطع صغيرة خالص يا جماعة، لانه بيكون ظاهر شيء بس. في المجمل الكيك رائع جدا بجد، يعتبر من اجمل الكيكات اللي انا عملتها في حياتي. رهيب يا جماعة. شوفولي بقى الجمال وانا بقطعها، شايفين الكيك من جوه عامل ازاي؟ شايفين مساماته مش مفرغ ولا فيه هوا من جوه ولا اي حاجة. كيك زي ما الكتاب بيقول بجد. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين، لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة ولا عملتوا لايك ضروري لازم تشتركوا وتعملوا اللايك الجميل عشان يوصل لكم اشعار باي وصفة جديدة انا بنزلها. كمان حابة ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات ايه هي الوصفات اللي حابين ان احنا نعملها الفترة الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.